السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم مشاهدي الكرام. نواصل الحديث عن المنتخب الوطني الجزائري. نعلم أنه في شهر أكتوبر القادم سيخوض الفريق الوطني أو المنتخب الوطني مقابلة ضد الفريق الطوغولي، ذهاب وإياب. نتمنى في هذا التربص أن الطاقم الفني يستدعي الثلاثي بلايلي بلومي وبوعناني حتى نشوفوهم في هذه المقابلتين الآتيتين، وأعتقد أنهم عندهم مستوى يقدروا يقدموا ما فيه الفائدة للمنتخب، وبالأخص البلايلي هذا الموهبة اللي المفروض ما نقدروش نستغناو عليها، لأنه حاجة ربانية، حاجة إلهية. هو ماشي قضية تدريب ولا يتدرب ولا يعرف، ولا حاجة إلهية. ربي عطاه موهبة، هذا ما تقدرش تستغنى عليه في كل الأحوال. حاول تستفاد منه، وإذا كان أشياء حاول تصلحها معاه، حاولوا تصلحوها معاه. هذا ربما عند دول واحدة أخرى، ربما أو منتخبات أخرى كان يستغلوه بكل وسائل، بكل الطرق، ويستفادوا من الموهبة تاعو هذه، ربما يجيبوا بها ألقاب. أنا نتمنى إن شاء الله في التربص هذا القادم إن شاء الله ربي أنهم يستدعوه ويكونوا على بالي باللي غادي يقدم إضافة كبيرة جدا. يبدو لي أنها ستكون كبيرة جدا، لأنه مميز، لاعب مميز موهوب، عنده لعب الشوارع، هذا تربى به، يطلع به حاجة إلهية، ماشي قضية تكوين. نعم صح كاين منه، ولكن الحاجة الإلهية ما عندك ما دير لها. هذا يفكرنا ببلومي الأخضر بلومي، حاجة إلهية ربانية ما تنجمش تستغنى عليهم، ما تنجمش تقول لها كذا وكذا وكذا. نتمنى إن شاء الله يكونوا حاضرين، ولو يحضروا غادي نشوفوا الفرق، غادي تشوف التأثير الكبير إن شاء الله. وإن شاء الله نتمنى الفوز للفريق الوطني والتقدم في المراتب، وباش يضمنوا على الأقل التأهل. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.